السلام عليكم احبائي المشاهدين والمتتبعين. اليوم راح نديروا معكم البقلاوه بالعجينه التقليديه. سبق لي خدمت معكم البقلاوه بعجينه الفيلو، تلقى الرابط الوصفه اسفل الفيديو. البقلاوه هذه راح نديروها مع المعلمه، تجي ناجحه بالبزاف والذوق تاعها تجي هايله وتجي مورقه، وجميع اللي كلاها وتذوقها عجباتو. هذه هي البقلاوة تاكاتي، حبة مورقة، تقدري تحسبي حتى شعر من الطبقة طيبة شابة، طيبة على حبة حتى من تحت وتلقاو التوراق معسلة وتتفتت وحدها. بسم الله، نبداو مباشرة نرونوا العجينة. عندنا هنا 4 عبار فرينة، نعبروا بهذه العلبة تاع المارغرين. العلبة تاع المارغرين متعودة المعلمة تعبر بها. نزيدوا لها مغرف لافاني تكون كبيرة مع عبر تاع المارغرين بنفس العبر اللي عبرنا به الفرينة. نخلطوهم كامل مع بعض. حتى تدخل المارغرين في الفرينة وتخلط مليح، يكون بهذه الطريقة. نلموها بالماء ونعجنوها شويه. تعجنها المعلمه كما راكم تشاهدوا، تعجنها شويه حتى تلم العجينه وتولي ملساء، باش تسهل عليها الحل كي تكون تحل فيها. نخلوها ترتاح حوالي ربع ساعه ولا 20 دقيقه ونبداو نحلو فيها. نحلوها بالحلال كيما هكذايا، نحلو كامل العجينه. ونقطعوها شرائح يكونوا صغار. بعد ما نقطعوا هذه الشرائح نديروهم في الميزينه، نرمدوهم في الميزينه مليح كيما راكم تشوفوا. ونحلوهم بالحلال كيما هكذايا. ونرجعوا نحلوهم في آلة العجن. في الاول نحلوها في رقم 4 ومن بعد نحلوها في رقم 7، وكل وحده والماكينه تاعها. كاين اللي عندها رقم 9 تساعدها، وكاين اللي رقم 7. نحلوهم شرائط في الماكينه كما راكم تشاهدوا، ونحطوهم في السنيوه. السنيوه ما درنا فيها والو،
الطريقه راكم تشاهدوا فيها. نحطوا اشرطه بالطول. في الاول نحطوا كامل، نغطوا السنيوه، كملوا كامل نغطوها، ومن بعد ندهنوها بالسمن او المارغرين، كل وحده واش تحب. ندهنوا العجينه كامل بالسمن، ونزيدو نحطوا الطبقه الثانيه نديروها بالعرض. ندهنوها ونكرروا العمليه. نديروا اللي درناها بالطول نرجعوها بالعرض، ومن بعد من العرض نرجعوها بالطول حتى نكملوا 6 طبقات. وما تنساوش ندهنوها كل طبقه، ندهنوها بالمارغرين ولا السمن. نكرروا العمليه حتى نكملوا 6 طبقات. الطبقه الاخيره ما ندهنوهاش، نروحوا نحضروا الحشو تاعنا. الحشو اللي هو راح نديروها بالكاوكاو، ويتحب ديرها باللوز، هذا كل وحده والمقدور تاعها. الكاوكاو عندنا 3 عبار كاوكاو، بنفس العبر اللي عبرنا به الفارينه نعبروا به الكاوكاو. مور لافاني تكون كبيره، وعندنا ربع عبر سكر، يعني العبر اللي عبرنا به الكاوكاو نديروا ربع عبر تاع سكر، ما نكثروش السكر. ونلموها بشويه ماء زهر، ما نكثروش ماء الزهر، شغل نفتلوها فقط. يكون الحشو بهذا القوام، ما لازمش نعجنوه. الاستاذه اليوم هي اللي حضرت لنا البقلاوه، وساعدوها البنات. بعد ما فتلاتو مليح بين يديها كما راكم تشوفوا، فتلو مليح، ومن بعد تفرغوه فوق العجينه. لازم يكون كامل متساوي، تستويه كامل بيديها كما راكم تشاهدوا. نرجعوا للعجينه بعد ما سواتو كامل، نرجعوا للعجينه نعاودوا نحلوها،
ونحطوا الطبقات من الفوق. كيما تحبي، حطيتيها بالطول المره الثانيه ديريها بالعرض، بديتي بالعرض ديري بالطول، المهم تكون العجينه متعاكسه. نحطوا الطبقه الاولى، ما ننساوش ندهنوها كامل. نزيدو نحطوا الطبقه الثانيه كذلك وندهنوها. ودائما نعكسوا العجينه كما راهي واضحه في الصوره حتى نكملوا كامل الطبقات. عندنا 6 طبقات من الفوق مع الدهن كذلك، ما نساوش الدهن. والطبقه الاخيره السادسه لازم تكون متساويه وتكون مليحه. والطبقه الاخيره قبل ما ندهنوها لازم نقطعوها مقروطات. نقطعوها مقروطات كامل ونحو لها الاطراف كامل، نحوهم. نزينوها بهذه الوريدات بعد ما طبعناهم بهذا الطابع. كما راكم تشاهدوا ندهنوها كامل بالسمن من الفوق. وحنا كنا بعد ما كنا شعلنا الفرن يسخن مليح وندخلوها للفرن، نشعلوه الفرن من الفوق ومن التحت، نخلوه على نار متوسطه ونخلوها طيب على خاطرها. تدينا حوالي ساعه، ساعه ونص، وكل وحده والفرن تاعها. بعد ما طابت كما راكم تشاهدوا هذا هو الشكل تاعها. شوفوها كيفاش دات الاحمرار من الفوق كامل، وهي سخونه نعسلوها بعسل بارده. هذه هي البقلاوه اللي خدمناها معكم كما راكم تشاهدوا فيها. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. وإذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باه يوصلكم كل جديد. سلام.